ليس على مستوى مساحة التطبيق بل على مستوى مساحة الجواز. يعني ماذا؟ حتى نشرح هذه المسألة بشكل واضح للمتابع العزيز. أحبتي لاحظوا الآن شرعا عند هؤلاء جيد أنه يجوز الزواج بالبنت بنت 6 سنوات، جائز لا إشكال، وعندنا أيضا بنت 9 سنوات لا إشكال، جيد جدا. لاحظ هذا من الناحية الشرعية جائز، لكن هذا المقدار غير كافي، لا بد أن يوافق العرف ويوافق الطب. لاحظ، لأنه قد من الناحية الطبية أن البنت ربما 10 سنوات 12 سنة 20 سنة 19 سنة من الناحية الطبية غير مستوفية لأن تكون زوج من الناحية الطبية، فيأتي الطب يمنع، ومن حق الطب أن يمنع، وربما أن الطب يوافق والشرع يوافق، العرف لا يوافق، فالشرع يجوز لكن لا، إذا صح التعبير، يوجب. هناك فرق بين الجواز والوجوب. جيد جدا. طبعا الآن قد تقول في المقام أنه ما هو وجه الداعي على سبيل المثال لمثل هذه المسائل. أحبتي، الكلام في الناحية الفقهية النظرية لا في الناحية العملية، والفقه نظري. الآن يأتي لك بالصلاة على القمر، يأتي لك بالصلاة على المريخ. هو من وصل المريخ؟ هو من وصل القمر حتى يقال لك كيف تصلي على القمر وكيف تصلي على المريخ؟ هذه مسائل نظرية لا علاقة لها بالمسائل التطبيقية. لكن هذا الرجل لا يدري أن ما يعيب به علينا موجود أيضا في مصادره. هذا المرأة شنو أعزائي؟ بمجرد أنها بلغت 9 صارت مؤهلة للزواج. هذاك بحث آخر. لا، الزواج بالمعنى بالحمل الشائع مولانا، يعني بعد كذا وكذا إلى آخره. هسه ذاك كما تتفضلون مولانا الاستمتاع بالصغيرة مولانا، رضيعة يأخذها ويستمتع بها، وهذا الفقه موجود عند السنة والشيعة. لا يتبادر الذين يقولون مختص ماذا بالشيعة اللي يشنعون، لا أبدا، هذا موجود في كل الفقه الإسلام. وإذا تقول له على أي أساس، يقول هذا رسول الله واحدة من زوجاته دون ماذا؟ دون 9، وهكذا. من هذا حكي. بالأولوية القطعية في باب النكاح وغير النكاح أيضا لابد ماذا؟ أن نستأنس منهم رشدا، ما يكفي البلوغ بما هو بلوغنا أعزائي، وهذه إن شاء الله أبحاث ستأتي لاحقا. فالأصل هو هذا. قد ولي الأمر مثلا يرى مصلحة في أن يعقد لهذه الطفلة ولو بمقدار ساعة، مثل ما كثيرا ما يحصل لحل مشكلة المحرمية بين الناس. يعني أنه مثلا هنالك يكون في أسرة تريد تربي واحد مثلا، تتبنى واحد، فهذا الواحد إذا كبر فهذا راح يكون شنو؟ الأم مو محرم عليه، فلا بد تتحجب منه. زين، هم يريدون أنه هذه المشكلة من الأصل تنحل. شو يسوون؟ يعقدون لهذا الولد على طفلة لديهم مثلا ولو ساعة، هذه الطفلة تكون بنت لتلك الأم، فإذا عقد عليها تحرم عليه أمهاتها جميعا، الأم والجدة، مؤشكل هذا الشرع الإسلامي. فلما يكبر بعد عادي يصير هذه بمثابة أمه، فتنحل هذه المشكلة. مثلا ربما الشارع المقدس لم يمنع من إجراء العقود بالنسبة للأطفال، لأن الله تعالى علم بأنه مثل هذه المشاكل الاجتماعية أو الحرج الأسري الاجتماعي ممكن حله بهذه الطرق مثلا. فهذا بالنسبة للعقد. بالنسبة للاستمتاع، نحن ليس عندنا دليل يمنع أن يستمتع أحد الحليلين بالآخر، إلا مثلا أن يستمتع الزوج بزوجته دون البلوغ في دخوله بها مثلا، هذا ممنوع، ما يجوز. ما عدا ذلك الأشياء قائمة على الإباحة، الأشياء قائمة على الإباحة حينئذ. فلذلك يقول فقهاؤنا وفقهاؤهم، فقهاء المخالفين أيضا، أنه ما عدا هذا الدخول من سائر الاستمتاعات جائز حتى ولو بالرضيعة. زين،
قد واحد يقول هذا يسبب ضرر، ممكن يسبب ضرر نفسي، هذه طفلة أصلا يسبب ضرر للرجل نفسه، يصير هو منحرف بحيث أنه يمارس ما يسمى الآن بشذوذ الأطفال. عرفتوا شلون؟ شيء من هذا القبيل، يعني حتى لو يستمتع مثلا مو في القبل، مو دخولا، نقول هنا يحرم. الإسلام دين دقيق، هنالك قواعد تسمى القواعد الثانوية. القواعد الثانوية حاكمة على القواعد الأولية، على الأدلة الأولية. واحدة من تلك القواعد مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإذا فرضنا كما هو الظاهر شائع الآن، يعني هذا الأمر الظاهر هو هذا الشائع، هذا ما يمكن البناء عليه بحسب متعارف بني الإنسان في مثل هذه الأزمنة، أنه الرجل البالغ إذا ما أراد أن يستمتع، مو يتمتع، يستمتع، يعني مو عقد، يستمتع، يباشر هذه الطفلة الرضيعة من غير الدخول، يقول أنا حلال مثلا، غير الدخول بالنسبة إلي حلال، ولكن هذا الأمر ينشئ ضررا جسديا أو نفسيا على الطفلة، أو حتى العكس، يحفز هذا الزوج وإن كان شابا، نفرض عمره 18 سنة مثلا، يحفزه نحو شيء من الفساد النفسي أو الأخلاقي بحيث يخشى عليه، فحينئذ يحرم. نقول لا، أنت ما لك حق، لأنه هذا يوقع ضررا عليها أو عليك، فيحرم هذا بذلك العنوان الثانوي، لا لشيء إلا لقصور الأدلة عن تحريمه بالعنوان الأول. فهكذا يكون الأمر متوازنا. قياس هذا على الروايات التي ذكرها قياس باطل. الروايات هذه تتحدث، واحد يأتي يسأل الإمام عليه السلام، يقول له عندي جارية أو جويرية، يعني طفلة صبية صغيرة مو محرم علي وعمرها 6 سنوات. الإمام عليه السلام يقول لا تضعها في حجرك. ليش؟ لأنه بعد هذا راح يكون منشأ للفساد، للفتنة مثلا، لا ابتعد عنها، خلي يصير تباعد ما بين الطرفين، هذه مو محرم عليه، هذه أصلا ليست معقودته. الكلام أنه معقودته، هل يجوز أن تكون في حجره أم لا؟ عمرها 6 سنوات، يجوز لو ما يجوز؟ هذا موضوع ثاني. عند معقودته هذه زوجته شرعا حلالة، يقعدها بحجرة مثلا، ما يطأها إلى الآن، ما بلغت، ولكن يقعدها بحجرة، شنو المشكلة مثلا؟ نعم، إذا افترضنا أنه أفضى إلى ما يعتبر اليوم في اصطلاح الناس شذوذا، أو يؤدي إلى ضرر نفسي عليها أو جسدي، أو ضرر نفسي له هو، أو ينزع به إلى الفساد مثلا، أو يكون نوع من أنواع الاستغلال والعياذ بالله، مو لحل مشاكل كما قلنا بالنسبة للعقد وما شاكل، فهنا يصير حرام. هذا بعنوان ثانوي. وعلى هذه قس سائر الروايات التي جاءت.